بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم في فيديو اليوم عن موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو كيفية تحرير محضر في اسم الشرطة بطريقة مضبوطة وصحيحة. أغلب الأحيان بيتم الاعتداء على الشخص، وبعد كده بيذهب إلى قسم الشرطة فتجد إن هو بيحرر المحضر، أو إن هو المحضر اللي بيعمله في الآخر بيتحفظ. ليه؟ لأن في أغلب الأحيان هو مش عارف إن هو يجري أو التصرف القانوني لعمل محضر شرطة سليم أو مضبوط بالطريقة القانونية المضبوطة، ما بيكون جاهل بيها. فأنا النهاردة هتكلم في الفيديو ده عن كيفية تحرير المحضر بطريقة قانونية سليمة مضبوطة. أول حاجة لو تم الاعتداء على شخص وعايز يحرر محضر ازاي بطريقة قانونية مضبوطة؟ أول حاجة بيذهب الشخص إلى قسم الشرطة عشان يحرر المحضر. تاني حاجة أمين الشرطة بيسأله عن الواقعة اللي هو عايز يحرر المحضر بشأنها. طبعا أمين الشرطة بيكون لديه في اسم الشرطة محاضر مصورة. طيب لو الواقعة اللي الشخص المجني عليه بيعمل بيها محضر، لو الشخص اللي بيعمل المحضر لو الواقعة اللي أملاها على أمين الشرطة من بين المحاضر، يعني من بين المحاضر المصورة لدى أمين الشرطة، بيطلع صورة من الصور اللي بتكون معاه وبيبدأ يعمل المحضر. طيب نفرض إن الواقعة دي مفيش صور لدى أمين الشرطة مصورة بالواقعة اللي هو بيتكلم عنها الشخص. يطلع ورقة بيضة فاضية ويبدأ يعمل المحضر. بعد كده بيمضي على أقواله، بيعمل المحضر بيمضي على الأقوال. طيب لو في مستندات، يعني لو المحضر ده احنا بنتكلم في مستندات، بيرفق أمين الشرطة صور من الأصول وبيكتب على الأصل مظهر وإرفاق. بعد كده بيتم التوقيع، بيوقع الشخص على المحضر. وعايز أقول حاجة مهمة جدا في وسط الفيديو ده. أهم حاجة في عمل المحضر وأقوى حاجة في عمل المحضر هو الشهود. الواقع لما بيتم الاعتداء عليك من شخص ما، لابد لأنها بتقوي المحضر لابد من الشهود. لما بيكون في شهود في المحضر بيكون موقف المحضر كويس، وبيبقى صعب ان المحضر ده يتحفظ. لو الواقعة فعلا تم الاعتداء عليه وفي شهود بالواقعة دي وحضر الشهود، والافضل ان يحضر الشهود معاك في اسم الشرطة ويشهدوا معاك وتستشهد بيهم في المحضر. بعد كده بتصور صور المستندات اللي معاك، بيكتب على الاصول نظر وارفاق، بتمضي على المحضر. بعد كده ولو اللي بيحرر المحضر، وفي اغلب او في الافضل ان اللي يحرر المحضر محامي، لان المحامي اول اجراءات القضيه هي المحضر. يعني كان من فتره حد تم الاعتداء عليه بالفعل، وراح بيحرر حرر المحضر بطريقه مش مضبوطه، رغم ان هو تم الاعتداء عليه بالفعل وكلمني، ولكن قال لي ان المحضر اتحفظ. ليه؟ لان هو في البدايه لما عمل المحضر ما عملش الاجراءات المضبوطه، وما كانش معاه برضه شهود، ما راحش معاه شهود في المحضر ولا اي حاجه. فاحنا هنا بنقول ان الشهود بتعزز موقف المحضر، وبيكون موقف المحضر موقف سليم، بيكون مضبوط. ده بند مهم جدا، بند الشهود. لو انت في الواقع تم الاعتداء وفي شهود، لابد ان انت تستشهد بيهم في المحضر. بعد كده بتاخذ رقم للمحضر بعد كده بتاخد الرقم ده وتسال بيه في النيابه، تشوف الجلسه هتتحدد، هينزل جلسه امتى، ينزل جلسه بالرقم المحضر بعد كده في نوعين من الجداول في المحكمه. في جدول اداري للمحاضر الاداريه، وفي جدول جنح. بعد كده قبل النقطه ديت، المحضر، انا قلت ان المحضر بيذهب للنيابه، بتتابعه انت في النيابه بالرقم ده، بتشوف الجلسه بتاعته هتتحدد امتى.
بعد كده في نوعين من المحاضر، في محضر في نوعين من الجداول، جدول اداري للمحاضر الاداريه وجدول جنح. بعد كده المحضر بينزل للاستيفاء ويستلم وكيل نيابه، وانت تستطيع معرفه اسم وكيل النيابه طبعا من الجدول وانت بتتابع. طيب افرض انت عايز تقدم او تضيف جديد، بتقدم طلب. لو انت عايز تضيف جديد بتقدم طلب، تكتب طلبا وتذهب به للاستيفاء لو انت عايز تضيف في المحضر اضافات جديده. بعد كده المحضر اما يتم حفظه واما ينزل جلسه. المحضر اللي بينزل جلسه في اغلب الاحيان اللي هو المحضر اللي بيتم في البدايه اجراءات قانونيه مضبوطه، هو ده المحضر اللي بينزل جلسه، اللي بيكون فيه شهود وفي مستندات، ده اللي بينزل جلسه، وان هو يكون معمول بطريقه قانونيه مضبوطه. المحضر بيتحفظ لما يكون ما فيش شهود في المحضر، ما فيش مستندات. ده اللي انا حبيت انوه عنه في الفيديو ده، وهو ده شيء مهم جدا. وزي ما انا قلت في وسط الفيديو، اهم حاجه ان لما يتم الاعتداء عليك من شخص وتروح تحرر محضر في اسم الشرطه، لابد لو انت كان في شهود لابد ان انت تستشهد بالشهود دي في اسم الشرطه، وتستشهد بيهم كشهود نظروا الواقعه او شافوا وانت بيتم الاعتداء عليك. ده طبعا كان كيفيه تحرير محضر في اسم الشرطه بطريقه قانونيه مضبوطه، لان اغلب الاشخاص بيتم فعلا الاعتداء عليه، ولما يروح يحرر محضر يحرره بطريقه غير قانونيه او طريقه مش مضبوطه، ويتفاجئ في الاخر ان المحضر تم حفظه. فده كان شرح بسيط في الفيديو عن كيفيه تحرير محضر في اسم الشرطه بطريقه قانونيه مضبوطه. شكرا جميعا وتحياتي لحضراتكم، بشكركم جميعا.